تخيلي معايا الشعور ده. تخيلي انك في نص الشهر وفجأة صاحبتك تقولك تعالي نروح نتفسح ونتغدى بره، وانتي تقولي لها يلا، من غير ما تفتحي تطبيق البنك تشوفي كام باقي معاكي. تخيلي انك تدخلي السوبر ماركت وتاخدي اللي انتي عايزاه من غير ما تحسبي كل جنيه، ومن غير ما تحطي حاجات ترجعيها تاني قبل ما تدفعي. تخيلي انك تشوفي اعلان لكورس نفسك تاخديه او رحلة نفسك تسافريها وتقولي هاخدها من غير ما تقلقي على فلوس الاكل او الايجار. الشعور ده مش حلم، ده نتيجة حاجة واحدة بس، انك تعملي ميزانية تشتغل معاكي مش ضدك. انا ريهام، ولو متابعين البودكاست فاكيد عارفين اني مؤمنة ان الميزانية والتخطيط المالي مش قيود. الميزانية حرية انك تعرفي ايه اللي تقدري تعمليه، وحرية انك تعيشي من غير قلق مستمر على الفلوس. بس الحقيقة ان مش كل ميزانية هتنجح معاكي. في ميزانيات معقدة هتخليكي تكرهي الموضوع كله، وفي ميزانيات بسيطة لدرجة انها مش هتفيدك. النهاردة هتعرفي ازاي تعملي ميزانية ذكية، ميزانية تراعي ظروفك، تراعي شخصيتك، تراعي ان الحياة مش بتمشي على الخطة دايما، وتراعي ان انتي عايزة تعيشي حياتك مش بس تعديها. اهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن الميزانية، عايزة احكيلك عن فترة في حياتي كانت بتمثل تحدي حقيقي لأي ميزانية. في فترة من حياتي كنت بشتغل فريلانس، يعني دخلي ما كانش ثابت خالص، شهر بيجي 8، شهر 15، وشهر 4000 جنيه بس. في الأول كنت بعمل ميزانية على أساس أعلى دخل حققته، وده كان غلط كبير، لأن الشهر اللي دخلي كان أقل كنت بلاقي نفسي مش قادرة أغطي كل مصاريفي الأساسية. جربت أعمل ميزانية على أساس متوسط الدخل، برضو ما كانش عملي، لأن الشهور اللي دخلي كان أقل من المتوسط كنت بلاقي نفسي في مشكلة، لحد ما اكتشفت الطريقة اللي حققت الأهداف كلها. قررت أعمل ميزانية على أساس أقل دخل حققته في آخر 6 شهور، يعني لو أقل دخل كان 4000 جنيه أعمل ميزانيتي على الأساس ده، وأي فلوس زيادة عن كده تتوجه مباشرة للادخار والاستثمار. النتيجة ما بقتش بقلق على المصاريف الأساسية، وما بقتش بحس بالذنب لما أصرف في الشهور اللي دخلي عالي، لأن الميزانية كانت محطوطة على أساس المتوقع الأقل. ده خلاني أفهم إن الميزانية الذكية مش اللي بتحط أرقام مثالية، دي اللي بتحط أرقام واقعية. الميزانية الذكية دي الميزانية اللي بتشتغل معاكي مش ضدك. إزاي؟ أولا بتكون مرنة، تقدري تعدلي فيها لما الظروف تتغير. ثانيا بتكون بسيطة، مش محتاجة تتتبعي كل قرش بالتفصيل. ثالثا بتكون واقعية، مبنية على أرقام حقيقية من تجربتك الشخصية. رابعا بتراعي إنك إنسان مش آلة حاسبة، يعني بتراعي إنك محتاجة مساحة للمرونة والأخطاء. خامسا بتكون شاملة، تراعي كل أنواع المصاريف حتى اللي مش بتحصل كل شهر. الميزانية الذكية هدفها إنك تعيشي حياتك بشكل أفضل، مش إن يبقى شغلك الشاغل الأرقام. دلوقتي خلينا نتكلم عن الطريقة اللي بنصح بيها، وهي إنك تدمجي بين قاعدة 50-30-20 والميزانية الصفرية. إيه هي قاعدة 50-30-20؟ 50% من دخلك يروح للاحتياجات الأساسية زي الأكل، الإيجار، المواصلات، الفواتير. 30% من دخلك يروح للرغبات والترفيه زي الخروجات، اللبس، الكافيهات، الهوايات. 20% من دخلك يروح للادخار والاستثمار، ده بيشمل صندوق الطوارئ، الادخار طويل المدى والاستثمار. وإيه هي الميزانية الصفرية؟ دي إنك تدي لكل جنيه في دخلك وظيفة، يعني الدخل ناقص كل المصاريف والادخار يساوي 0. إزاي ندمج الاتنين؟ الخطوة الأولى نستخدم قاعدة 50-30-20 عشان نحدد الفئات الأساسية. الخطوة التانية نستخدم الميزانية الصفرية عشان نتأكد إن كل جنيه ليه وظيفة.
يعني مثلا لو دخلك 10,000 جنيه يبقى 5,000 للاحتياجات الأساسية، و3,000 للرغبات والترفيه، و2,000 للادخار والاستثمار. وبعدين نقسم كل فئة لبنود تفصيلية بحيث ان مجموع كل البنود يساوي الدخل كله. طيب ازاي نعمل الميزانية دي خطوة بخطوة؟ الخطوة الأولى اجمعي بيانات دخلك. لو دخلك ثابت حطي الرقم الصافي اللي بيوصلك، لو دخلك متغير حطي أقل دخل حققتيه في آخر 6 شهور. الخطوة التانية تتبعي مصاريفك لمدة شهر. قبل ما تعملي ميزانية لازم تعرفي بتصرفي على ايه فعلا. تتبعي كل مصروف لمدة شهر كامل بالطرق اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الأولى. طبعا الأفضل انك تتتبعي مصاريفك على طول، لأن ده هيخلي عندك بيانات أدق عن مصاريفك خلال فترات مختلفة في السنة. الخطوة الثالثة قسمي مصاريفك لفئات: الاحتياجات الأساسية، الأكل، الإيجار، المواصلات، الفواتير، الأدوية، مستلزمات البيت الأساسية، وهكذا. الرغبات، الخروجات، اللبس، التجميل، الكافيهات، الهوايات، الاشتراكات. الادخار والاستثمار: صندوق الطوارئ، الادخار طويل المدى، والاستثمار. الخطوة الرابعة طبقي قاعدة 50-30-20. احسبي 50% من دخلك للاحتياجات الأساسية. لو اكتشفتي ان مصاريفك الأساسية أكتر من 50% يبقى لازم تدوري على طرق تقللي من مصاريفك أو تزودي دخلك. الخطوة الخامسة اعملي ميزانية تفصيلية. تحت كل فئة حطي البنود التفصيلية والمبلغ المخصص لكل بند. الخطوة السادسة اتأكدي ان المجموع يساوي الدخل. ده مبدأ الميزانية الصفرية، كل جنيه لازم يكون ليه وظيفة. في أخطاء شائعة بتخلي الميزانية تفشل وعايزة أحذركم منها. الخطأ الأول الخلط بين الاحتياجات والرغبات. كتير مننا بنحط حاجات في فئة الاحتياجات هي في الحقيقة رغبات، زي الأكل من بره، اللبس الكتير، اشتراكات التطبيقات. الاحتياج الأساسي هو اللي لو ما اشتريناهوش حياتك هتبقى في خطر، كل ما عدا ده رغبة. الخطأ التاني عدم تخصيص فئة للدخل بالكامل. كتير بنحط ميزانية للمصاريف الثابتة بس وننسى باقي الفلوس، النتيجة باقي الفلوس بتروح في حاجات عشوائية. الخطأ الثالث استنفاذ الميزانية في أول الشهر. ده بيحصل لما ما ننظمش انفاقنا على مدار الشهر، نصرف كل مخصص الخروجات في أول أسبوع ونقعد باقي الشهر في البيت. الخطأ الرابع عدم التخطيط للمصاريف غير الدورية، زي مصاريف الأعياد، المدارس، الأجازات، صيانة العربية. دي مصاريف ما بتحصلش كل شهر بس لازم نخطط لها. الخطأ الخامس عمل ميزانية معقدة جدا. بعض الناس بتعمل ميزانية فيها 50 بند، ده مش عملي. الميزانية البسيطة أفضل من المعقدة لأنها بتساعدك تلتزم. الخطأ السادس عدم مراجعة الميزانية. الميزانية مش حاجة بتتعمل مرة واحدة وتتنسي، لازم تتراجع وتتعدل كل شوية. الحياة مش بتمشي على الخطة دايما، عشان كده لازم ميزانيتك تكون مرنة. ازاي تعملي ميزانية مرنة؟ أولا حطي هامش مرونة من 10-15%. في كل فئة حطي مبلغ إضافي 10-15% للمرونة، يعني لو محتاجة 1000 جنيه للأكل حطي 1100. ثانيا اعملي فئة للمصاريف المتنوعة. دي فئة للمصاريف اللي مش متوقعة زي الهدايا، المساعدات، الصيانة البسيطة. ثالثا راجعي وعدلي. كل 3 شهور راجعي الميزانية، ايه اللي اشتغل، ايه اللي ما اشتغلش، ايه اللي محتاج يتعدل. عشان تسهلي على نفسك في أدوات كتير تقدري تستخدميها. للتتبع اليومي استخدمي تطبيق على الموبايل، في تطبيقات مجانية كتير زي ماني مانجر مثلا. للتخطيط الشهري والسنوي استخدمي جوجل شيتس أو إكسل عشان تقدري تعملي تحليل شامل وتشاركي الملف مع أفراد الأسرة. وللتذكير استخدمي تنبيهات في الموبايل عشان تفتكري تسجيل المصاريف وتراجعي الميزانية. هتلاقي في وصف الحلقة ملف جوجل شيتس مجاني فيه كل اللي هتحتاجيه لعمل ميزانيتك الأولى. خلينا نشوف مثال عملي. سارة 28 سنة، مدرسة، مرتبها 8000 جنيه في الشهر، عايزة تعمل ميزانية تساعدها تدخر وتستثمر. خطوات سارة هي: الخطوة الأولى تتبعت مصاريفها لمدة شهر، اكتشفت انها بتصرف 7500 جنيه وباقي الفلوس بتروح في حاجات عشوائية. الخطوة التانية قسمت المصاريف: الاحتياجات الأساسية 4500، الأكل، المواصلات، الفواتير والأدوية، والرغبات 2000 جنيه، للخروجات واللبس والكافيهات، والادخار 1000 جنيه.
زائد مصاريف متنوعة 500 جنيه. الخطوة الثالثة طبقت قاعدة 50-30-20، يعني 50% بيساوي 4000 جنيه للاحتياجات الأساسية، يعني محتاجة تقلل 500 جنيه، و30% بيساوي 2400 جنيه للرغبات، قدرت تزود 400 جنيه للترفيه، و20% بيساوي 1600 جنيه للادخار، زودت الادخار 600 جنيه. النتيجة، سارة قدرت تقلل مصاريف الأكل بإنها تاكل في البيت أكتر، وفي نفس الوقت زودت مخصص الترفيه وبدأت تدخر مبلغ كويس كل شهر. وأهم حاجة، بقت تنام مرتاحة لأنها عارفة كل جنيه رايح فين. إزاي تخلي ميزانيتك تنجح؟ أولا، ابدأي بميزانية بسيطة، ما تعقديش الأمور في الأول، ابدأي بفئات قليلة ولما تتعودي زودي التفاصيل. ثانيا، ادي لنفسك مساحة للأخطاء، أول شهر مش هيكون مثالي وده طبيعي، الميزانية مهارة بنتعلمها مع الوقت. ثالثا، اربطي الميزانية بأهدافك، كل بند في الميزانية يخدم هدف معين في حياتك، ده هيخليكي ملتزمة أكتر. رابعا، كافئي نفسك، لما تلتزمي بالميزانية شهر كامل كافئي نفسك بحاجة كان نفسك فيها. خامسا، اطلبي مساعدة، لو بتديري أسرة اشركيهم في عمل الميزانية، ده هيخلي الكل ملتزم. سادسا، افتكري ان الهدف الأساسي الحرية مش القيود، الحرية انك تعيشي حياتك بالطريقة اللي تخليكي سعيدة ومرتاحة ماليا. كلنا عارفين ان الظروف الاقتصادية في مصر حاليا صعبة، الأسعار بتزيد باستمرار والمرتبات مش بتزيد بنفس المعدل. ازاي تعملي ميزانية في الظروف دي؟ أولا، ركزي على الأساسيات، في الأوقات الصعبة الأولوية للاحتياجات الأساسية، الأكل، السكن، الصحة، المواصلات. ثانيا، دوري على طرق توفير، اطبخي في البيت أكتر، استخدمي العروض والخصومات، دوري على بدائل أرخص، شاركي مع الأصدقاء في الخروجات. ثالثا، ادخري ولو مبلغ صغير حتى لو 50 جنيه في الشهر، المهم تواظبي على عادة الادخار. رابعا، استثمري في نفسك، اتعلمي مهارات جديدة تساعدك تزودي دخلك، ده أهم استثمار. خامسا، خليكي مرنة، الميزانية في الأوقات الصعبة محتاجة مرونة أكتر ومراجعة مستمرة. سادسا، ما تيأسيش، الظروف الصعبة مؤقتة والعادات المالية الكويسة اللي بتتعلميها دلوقتي هتفيدك طول العمر. تحدي الأسبوع ده كالآتي: الخطوة الأولى، تتبعي مصاريفك من النهاردة ولمدة أسبوع، سجلي كل جنيه بتصرفيه، كل حاجة حتى الشاي والبسكوت. الخطوة التانية، حملي الملف، استخدمي ملف جوجل شيتس المجاني اللي في وصف الحلقة وحطي فيه دخلك ومصاريفك. الخطوة التالتة، اعملي ميزانيتك الأولى، استخدمي قاعدة 50-30-20 مع الميزانية الصفرية وهتلاقيها في الملف، وحطي ميزانيتك التجريبية للشهر الجاي. الخطوة الرابعة، الزمي نفسك قدام حد، عرفي حد قريب منك عن الميزانية واطلبي منه يسألك عليها بعد شهر. الخطوة الخامسة، ابدأي بخطوة واحدة، اختاري بند واحد بس تركزي عليه، زي انك تقللي الأكل من بره أو تبدأي تدخري مبلغ معين. لو مش محتاجة تعملي ميزانية عشان انت بالفعل بتدخري وبتستثمري كويس، التحدي بتاعك انك تشاركي الحلقة مع حد محتاجها وتساعديها تعمل ميزانيتها الأولى. لو الحلقة دي فادتك ابعتيها لبنت أو ست غيرك، الميزانية مش مجرد أرقام، دي خطة لحياة أفضل. ولو حابة تشاركي تجربتك مع الميزانية أو عندك سؤال محتاجة إجابة عليه في حلقة جاية، ابعتلنا على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. أما لو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد ستات وبنات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا رحلتهم للحرية المالية هم كمان. الميزانية مش قيود، دي حرية، حرية انك تعرفي تقدري على ايه، حرية انك تخططي لأحلامك، حرية انك تنامي مرتاحة. كل رقم بتحطيه في الميزانية بيبني مستقبلك، كل جنيه بتديله وظيفة بيخدمك أكتر. ما تخليش ده يكون مجرد حماس لحظي، خليكي معايا كل أسبوع وكل مرة هنتعلم حاجة بسيطة بس هتفرق معاكي كتير. واستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد ان المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية، كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجأي المستشار مالي معتمد.